Peres, benden yaşlısın. سيد بيريس، أنت أكبر مني سنا وتحدثت بصوت عال جدا، واعلم جيدا أن ارتفاع صوتك بهذا الشكل هو تعبير عن نفسية متهم، لكنني لن أتحدث بصوت عال مثلك، واعلم هذا جيدا. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. عندما نأتي للحديث عن القتل أنتم تعرفون القتل جيدا. أنا أعلم جيدا كيف قتلتم الأطفال على الشواطئ في غزة. في إسرائيل 2 من رؤساء حكوماتكم قالوا لي واحدا من أهم التصريحات، وهو عندما ندخل إلى الأراضي الفلسطينية على ظهر دباباتنا نشعر بسعادة غريبة. عندكم رؤساء حكومات يقولون هذا الكلام. وأستطيع أن أعطيكم أسماء هؤلاء، لا تقلقوا. وأنا ألوم الذين صفقوا لهذا الظلم، لأن التصفيق لقتلة الأطفال وقتلة البشر باعتقادي هو جريمة إنسانية أخرى. في هذا المكان لا نستطيع إخفال الحقيقة. أنا دونت الكثير من النقاط، لكن ليس لدي الفرصة لأجيب عنها. فقط سأتحدث عن نقطتين. سيدي رئيس الوزراء، لا نستطيع العودة إلى البداية لو سمحت لي. لا تقاطعني. في المادة 6 من التوراة تقول لا تقتل، لكنكم تقتلون. أنا أشكرك جدا. بالنسبة لي لقد انتهى دافوس، لن أعود إلى دافوس مرة أخرى، واعلموا هذا جيدا. أنتم لا تفسحون لي في المجال لكي أتكلم. بيريس تحدث ل25 دقيقة وأنتم سمحتم لي بالتحدث ل12 دقيقة، وهذا لا يجوز. Professor Schwab. Thank you very much. If you stay for one minute, please. آلاف الأتراك في إسطنبول توجهوا إلى المطار في الساعات الأولى من الصباح للاحتفاء برئيس وزرائهم العائد من منتجع دافوس السويسري. هتف الجميع هنا: تركيا فخورة بك يا أردوغان. العالم الإسلامي لم يرى زعيما كأردوغان يقف بهذه البسالة في وجه الظلم. هذا اليوم عيد لكل المسلمين. وصف استقبال المواطنين الأتراك لأردوغان في مطار اسطنبول باستقبال الأبطال الفاتحين، فأردوغان قال إن ما جرى ليس مسألة شخصية، وإنما هو أمر يتعلق بمكانة تركيا وشعبها الذي يمثله. أنا أتحدث كرئيس وزراء لجمهورية تركيا. أنا مكلف بالحفاظ على شرف وكرامة الأمة التركية، وفعلت ما يتوجب علي فعله، وسأفعل هذا مستقبلا.